Canada and the United States. كندا والولايات المتحدة قد يشكلان شيئا عظيما. امسح ذلك الخط الافتراضي المرسوم وسوف ترى ما سيظهر أمامك. إن ذلك سيكون أفضل بكثير للأمن القومي، ويجب أن لا نغفل أننا بالأساس نحمي كندا. الرئيس ديال الامريكان دونالد ترامب بغى كندا تكون الولايه الجديده ديال الامريكان. علاش بغى يدير هذه الخطوه هذه وشنو الخفايا من وراء هذه الفكره هذه؟ بقاو معايا حتى الاخر باش نعرفوا هذه القصه كامله. باش نفهموا القصه خصنا شويه نرجعوا للور. كندا راه ثاني اكبر دوله في العالم من حيث المساحه، يعني الارض ديالها عندها قيمه خياليه. واخا كندا كتعتبر هاد الاراضي بحال شي كنز مخبي، ترامب كيشوفها فرصه اقتصاديه بحال النفط والغاز وحتى الالماس. وبالنسبه ليه الا كان كيتحكم في كندا راه بحال كيتحكم في واحده من اكبر خيرات العالم. ولكن القضيه ماشي غير اقتصاد وثروات. ترامب كيشوف المساله من جانب استراتيجي. كندا جغرافيا كاينه فوق امريكان مباشره، يعني بحال شي غطا فوق الراس. وهنا كتجي الفكره، شكون اللي يقدر يقرب من الامريكان من جهه كندا؟ جواب سهل، روسيا. إن ذلك سيكون أفضل بكثير للأمن القومي. ترامب فاش كيجي هاد السؤال كيبدا يفكر، الا كانت كندا في جيبي غنضمن بان الحدود ديال الشماليه غتكون ديما محميه، وحتى روسيا ما تقدرش تقرب. وماشي غير روسيا، حتى الصين كتعتبر كندا شريك اقتصادي مهم. ولكن الا ولات كندا تابعه للامريكان غادي تكون الصين مضطره تتعامل مع الامريكان مباشره في مجال اكبر. ولكن القضيه ماشي سهله. الكنديين اللي معروفين بالحريه ديالهم والثقافه ديالهم غادي يلقاو راسهم وسط نظام امريكي اللي مختلف عليهم بزاف. بحال كندا كتوفر التعليم المجاني والتطبيب المجاني، ولكن في الامريكان بزاف ديال الحوايج خصك تخلص عليهم. بحال الكنديين دابا كيقولوا حنا عايشين بخير، علاش كندخلوا راسنا في هاد المشاكل؟ Hey Donald, have we got a deal for you? You think we want to be the 51st state? Nah, but maybe California would like to be the 11th province. How about it? President Trump said that he wants to usher in a golden age for the United States. That will require more steel and aluminum. Canada has all those resources. And we stand at the ready to work with the United States to create a booming and secure North American economy. واحد القضيه كتضحك هي الرياضه. الكنديين كيحماقوا على الهوكي، ولكن الا ولات كندا في الامريكان غادي تكون كره القدم هي الرياضه الاولى. وماشي سهل تغير شي ثقافه بحال هذه. دابا السؤال الكبير، واش ترامب فعلا كان كيدوي على شي خطه حقيقيه ولا غير كان كيهضر باش يثير الجدل؟ الحقيقه هي انه في شي وقت كانت تقارير سريه كتقول فعلا بان ترامب كان مهتم بتوسيع امريكا، ولكن كندا ماشي دوله سهله باش تبيع راسها. From this moment on, America's decline is over. I was saved by God to make America great again. الموضوع كيخلي العقل يخدم. واش في المستقبل ممكن دول بحال هكا يتجمعوا ولا كتبقى غير افكار بحال الخيال العلمي؟ خلي لي الراي ديالك في التعاليق وبارطاجي هذا الفيديو مع صحابك باش تاهما يشوفوه. نشوفكم في فيديو جديد.